بيلينغهام يتعرض إلى الإصابة مجددا. حقق ريال مدريد انتصارا كاسحا على جيرونا بنتيجة 4 أهداف مساء يوم السبت في معقل الميرينغي في السانتياغو برنابيو ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني. وسجل أهداف ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام هدفين ورودريغو ليرفع الفريق رصيده إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 56 نقطة في الوصافة. ورغم تسجيل بيلينغهام هدفين إلى أنه تعرض لإصابة خلال المباراة، مما دفع المدرب كارلو أنشيلوتي لتغييره في الدقيقة 57 وإدخال زميله إبراهيم دياز. وذكر الصحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الإنجليزي تعرض للإصابة في كاحله الأيسر، ووضع الجهاز الطبي الثلج على قدمه بينما كان جالسا على مقاعد البدلاء. ورفع بيلينغهام رصيده في صدارة هدافي لا ليغا، حيث وصل إلى 16 هدفا هذا الموسم بفارق هدفين عن وصيفه أرتيم دوفيك لاعب جيرونا ب14 هدفا. حيث أوضحت الفحوصات الطبية التي أجريت للإنجليزي بيلينغهام عن تعرضه لالتواء شديد في الكاحل، الأمر الذي سيبعده عن الملاعب لمدة تتراوح على الأقل بين أسبوعين إلى 3 أسابيع. وبذلك يكون جود بيلينغهام قد أعلن إصابته وابتعاده عن مواجهة لايبزيتش في دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي. ونبقى مع أخبار ريال مدريد، حيث كشف تقرير صحفي إسباني اليوم عن صدمة مسؤولي ريال مدريد من أداء أحد لاعبي الفريق في المباريات الأخيرة وفقا لتقرير صحفي. وحصل داني سيبايوس لاعب وسط الميرينغي على فرص عدة هذا الموسم، لكنه لم يصنع الفارق. وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فضل سيبايوس على الأسطورة لوكا مودريتش في الكثير من المباريات هذا الموسم، لكنه فشل في إثبات نفسه. وأضافت الصحيفة إن أداء لاعب الوسط الإسباني في المباريات الماضية لم يكن إيجابيا ولم يقدم أي إضافة للفريق. ووصفت أداء سيبايوس بالبارد في ديربي مدريد الأخير أمام الأتلتي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهو ما أثار دهشة الجميع داخل النادي الملكي. جدير بالذكر أن سيبايوس كان قريبا من الرحيل عن سانتياغو برنابيو قبل انطلاق الموسم الجاري، لكن أنشيلوتي تمسك به وقرر منحه فرصة جديدة، إلى أنه لم يثبت نفسه طيلة الفترة الماضية من هذا الموسم. ديونغ يقبل الرحيل عن برشلونة بشرط. ديونغ يشعر بخيبة أمل من الواقع الحالي لبرشلونة، وسيكون على استعداد لتغيير المشهد طالما أنه يستطيع التوقيع لناد يطمح للفوز بدوري أبطال أوروبا. في صيف 2022 تلقى برشلونة عرضا رائعا من أجل فرانكي ديونغ، وتسبب الوضع المالي للنادي في رغبة نادي البلوغرانا في نقل لاعب خط الوسط الدولي الهولندي إذا لم تتم العملية، فذلك لأن فرانكي ديونغ رفض بشكل قاطع مغادرة برشلونة، لكن من الممكن أن تتغير نية الهولندي في مواصلة اللعب مع البلوغرانا بحسب ما أشار إليه لويس كانوت في برنامج أونز على موقع سبورت 3. لا تتوقف الشائعات حول التعاقد والمبيعات في برشلونة على الرغم من انتهاء السوق الشتوية منذ ما يزيد قليلا عن أسبوع واحد، وقد يتسبب الوضع الاقتصادي الحساس لبرشلونة في اضطرار الإدارة هناك ومجلس الإدارة الرياضية إلى اتخاذ قرار دقيق ببيع لاعب مهم له قيمة سوقية. ديونغ سيفتح أبواب الخروج. الاسم الأكثر تكرارا في الأسابيع الأخيرة هو اسم قلب دفاع الأوروغواياني رونالدو أوروخو مع عرض مذهل من بايرن، لكن وفقا لتلفزيون كاتالونيا
فإن فرانكي ديونغ لا يغلق الأبواب أمام كونه الصفقة الكبيرة في الصيف، لأنه وفقا للويس كانوت يشعر بخيبة أمل من الواقع الحالي لبرشلونة. شرط رحيل ديونغ عن برشلونة هو أن يكون النادي الذي يتعاقد معه منافسا حقيقيا بدوري أبطال أوروبا، وهو حلم اللاعب. وبالانتقال إلى الأخبار في كأس آسيا، حيث توج المنتخب القطري بلقب كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه، والثانية على التوالي بعد أن توج في كأس آسيا 2019 والتي أقيمت في الإمارات، حيث تغلب المنتخب القطري على نظيره المنتخب الأردني ب3 أهداف مقابل هدف واحد. وشهدت المباراة 3 ضربات جزاء احتسبت للمنتخب القطري، كانت أحدها والضربة الأولى تحديدا مشكوك في صحتها. ولا زال الجدل التحكيمي مستمر في هذه البطولة منذ خروج العراق على يد المنتخب الأردني وطرد اللاعب المهاجم العراقي أيمن حسين، وإلى غاية النهائي أمس لا زالت الشكوك تدور حول صحة القرارات التحكيمية المتخذة في هذه البطولة، ومن ضمنها ركلة الجزاء الأولى التي احتسبت أمس للمنتخب القطري، والتي أكد معظم الخبراء في مجال التحكيم إنها لم تكن ضربة جزاء، وإنما كان لاعب قطر أكرم عفيف قد تعمد إدخال قدمه بين قدمي المدافع الأردني وأسقط نفسه في منطقة الجزاء، حيث لا زالت الشكوك التحكيمية مستمرة لغاية الآن، والجدل لا زال كبيرا حول ما حصل من كوارث تحكيمية في هذه البطولة تحديدا، والتي أدت إلى خسارة الكثير من المنتخبات البطولة وتوديعها منذ الأدوار المتقدمة.